تعالوا هقول لكم على اخر الاخبار. الكابتن محمود الخطيب قرر ان هو يعمل عقوبه على تريزيجيه بسبب طبعا ضربه الجزاء اللي راح اتخانق علشان خاطر يلعبها، وهو اصلا رقم 3 في الترتيب في شوط ضربات الجزاء. وعلى فكره ده كان طبيعي وكان لازم ان كابتن محمود الخطيب يعمل كده، علشان لازم الفرقه تتمسك عن كده، بالذات وان في دلوقتي بقى نجوم كتير وكلهم عايزين يلعبوا، فهتبقى في مشاكل وكل واحد شايف نفسه. يعني مثلا دلوقتي زي بن شرقي وهو من الماتش اللي فات لو يبوظ، وحتى ما رضيش يسخن مع اللي بيسخنوا في الماتش اللي فات. قال ايه؟ انا ليه مش محطوط اساسي؟ وفي كلام كده ان هو مش راضي كمان يتدرب. في ايه يا كابتن؟ واحنا لسه لحقنا نلعب مع بعض لما حضرتك هتبتدي تتلوي؟ بص يا ابو كباتن، الحركات دي ما ينفعش تتعمل في الاهلي. بن شرقي وبن قلبي على عيني وعلى راسي، بس النادي الاهلي نادي تاريخ وليه ضوابط وليه مبادئ ما ينفعش انك تتخطاها ايا كان انت مين. الله يمسيك بالخير يا كابتن سيد ويرجعك بالسلامه يا اخويا. فعندك يا حبيبي ما كانش فيه لاعب لا يجرؤ ولا يستجري ان هو يعمل حاجه. اللي كان بيتنفس في وشك بس كنت بتخصم من مرتبه 15 مليون جنيه كده عادي على الصبح. ولا كان يقدر لاعب يقول ان انا هلعب ضربه الجزاء دي وماليش دعوه حتى اسمي لو كان ثالث اسم. ولا كان يقدر لاعب يروي ويبوظ ويقعد يقفف ويقول لا انا مش هتدرب، ماليش دعوه، انا لازم اتحط اساسي. الكلام ده لنج على ودنا وجديد كده علينا، اول مره نشوفه اول مره نسمعه، والكلام ده ما ينفعش يحصل. وده يدل على ضعف شخصية المدرب وضعف شخصية مدير الكورة، وده ما ينفعش أبدا في ظل النجوم اللي بقوا عندك دلوقتي، وبقى في تنافس عالي جدا ما بين اللعيبة وبعضها جوه النادي علشان خاطر يلعبوا، كل واحد عايز يلعب وكل واحد عايز يأدي. طبيعي، ما انت في كاس العالم للانديه بالنسخه دي اللعيبه كلها مقطعه نفسها علشان خاطر تثبت نفسها جوه البطوله دي، لان لو ما ثبتتش نفسها هنا وتعمل ماركتنج لنفسها عشان يجي لها عقود من انديه بره لانها متشافه من العالم كله، هتثبت نفسها فين يعني؟ فوسط ده كله المفروض يكون في مدرب قوي جدا ومدير كوره اقوى منه علشان خاطر يقدر يمسك اوضه اللبس. ده بالنسبه للي بيحصل جوه النادي. ثانيا بقى تعالوا نتكلم على الماتش بتاع امبارح بتاع بالميراس وبورتو. حد شاف امبارح الماتش؟ شفتوا بالميراس بتلعب ازاي؟ هي دي الفرقه الضعيفه. احب اقول لك يا سيدي الفاضل ان الفرقه دي مش ضعيفه خالص، الفرقه دي فرقه كويسه وكويسه جدا كمان، وكمان بورتو كويسه وكويسه جدا كمان. الماتش امبارح كان رايح جاي رايح جاي، الحمد لله ان هو خلص بالتعادل 0-0 عشان ما حدش يبقى ليه افضليه، وكلنا كده في المجموعه زينا زي بعض لا مؤاخذه. بس تعالوا شوفوا اللعب بتاع بالميراس كان عامل ازاي امبارح. اولا عندهم لياقه بدنيه عاليه جدا، فضلوا رايحين جايين جايين رايحين طول الماتش كده ما بيونوش، رايحين جايين ما تعبوش. وعلى فكره بورتو كان نفس الكلام، هجمه هنا وراها هجمه هنا وراها هجمه هنا وراها هجمه هنا على طول. فده يقول لك ان اللياقه البدنيه بتاعتهم كويسه جدا، في ظل ان احنا ما نقدرش نعمل زيهم كده خالص. فبالتالي هنشوف تبديلات بطريقه اسرع علشان خاطر اللعيبه اللي هتهنج مننا بدري بدري. ثانيا بقى بيلتحموا التحامات عنيفة، شفت كمية كواع وكمية زق وكمية شنكلة مش طبيعية، فلازم ناخد بالنا برضو واحنا بنلعب معاهم من الإصابات علشان عايزين نكمل البطولة دي على ألف خير. كفاية إمام عاشور واللي حصل له وإن هو مش هيلعب في البطولة دي، مش عايزين بقى إن احنا نكمل بنص اللعيبة، فناخد بالنا من الموضوع ده. غير بقى سرعة نقل الكورة، بيباصوا لبعض بسرعة جدا، والكورة مش بتفضل كده في رجلهم تركن حبتين. جو إن احنا ننام على الكورة ده مش هياكل معاهم، لو ما نقلتش الكورة بسرعة هتلاقيها بتتقطع منك، وحلني لو عرفت تاخدها، ده حلني لو عرفت تجري وراهم أصلا لأن هم عندهم فرق سرعات. ده اللعيب بيجري نفسه، يعني عارفين يعني إيه بيجري نفسه؟ علشان يطلعها من قدام المدافع وبيجري هو وراه وبيسبق كمان المدافع. فممكن في ثانية عادي جدا نلاقي الكورة في ثانية في هجمة مرتدة طلعت دخلت لا قدر الله جوه الجول. فلازم يبقى فيه سرعة نقل كورة جوه الملعب، ومفيش داعي ان انا اقول مفيش انانية تاني من بعد الماتش بتاع المرة اللي فاتت. اعتقد كفاية انانية، وشفنا الانانية بتوصل لحد فين، ما بتوصلش لأي حتة خالص. وبالميراس مش ماتش ان احنا نفوت فيها فرصة، لان الفرصة اللي هتجيلك ممكن ببساطة جدا ما تجيش تاني لو لعبنا بسرعة وما أنناش في الكورة واستغلينا كل الظروف اللي هتجيلنا. ومش معناه ان احنا نخاف وندافع، عشان لو دافعنا ببساطة جدا هنلبس، ولا طبعا ان احنا نفتحها على البحر. اهم حاجة نمسك نص الملعب كويس قوي ونبني هجمات ونعمل كورة سريعة ونشتغل كتيم وورك، وان شاء الله يكون المكسب لينا. الماتش اللي جاي بتاع بالميراس هيكون يوم الخميس اللي جاي الساعة 7. اللعيبة بس بتاعتنا يسترجلوا شوية وبلاش أنانية ونلعب كفريق واحد علشان مصلحة النادي المصلحة
الأكبر، والجماهير اللي بتجيلكوا لحد عندكوا ده لدرجة إن هم خلوه استاد القاهرة ليهم حق عليكم، وإن شاء الله نكسب الماتش الجاي. وده آخر الكلام. سلام.